مية عادية. بقول لك الباقي الكلب عشان عايزين نخلص الموضوع ده. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. مبدئيا كده التفاعل بتاعكم كان جميل جدا عشان المسابقة، بس لسه برضه ما وصلناش للريتم اللي احنا عايزينه. محتاجينكم تشوفوا تسمعوا الفيديو اللي فات كويس، تسمعوا الشروط بتاعت التلاتة ايفون دول كويس. في القنوات اللي هنزلها في الديسكريبشن تشتركوا فيها كلها، وكلها القنوات بتاعتنا مش بتاعت حد من بره غريب. والفيديو اللي فات اللي على القناة التانية لو دخلتوا عليه دلوقتي هتشوفوه. ولا خنقتني والحشوها بالعافية وكده، وبعد كده مشينا. وهم دلوقتي مصممين ان احنا نذبح الكلب ده. طبعا احنا مش هنعمل كده خالص، لان احنا متأكدين ان احنا لو عملنا كده يبقى هم فعلا عايزين يأذونا. هم لحد الان مش عارفين يأذونا عشان احنا الحمد لله بنبقى متحصنين كويس. فلو عملنا كده، هو في حاجة واقفة قدامي ولا أنا؟ مفيش حاجة. متأكد؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة. على العموم احنا النهارده خدنا من الكومنتات ان معظم ناس كتير قالت لنا شغلوا قرآن. احنا فعلا بنشغل قرآن وحافظين ونحصن نفسينا، ده طبيعي. بس مش لازم اطلع في الفيديو انا اعمل كده، لا عادي. مش عارف. مش حد بقى، مش حد. لا مش حد بره. ادي المشري طبعا. دلوقتي احنا المفروض ان احنا نحط كاميرات في المكان. احنا كان عندنا كاميرات من فترة، تعالي تعالي. ازيك يا انس؟ ازيك يا اماني، عامله ايه؟ انت خبطتي من شويه؟ لا. طب ايه، انت جايه النهارده في حاجه ولا ايه؟ اه. في ايه؟ ايه انا معديه. معديه؟ معديه هنا جنبي. طب ماشي كويس. احنا عموما جبنا كاميرات، هنركب في كل مكان كاميرات عشان نعرف لو ولاء محمد هنا ولا في حاجه منفوشه هنا نعرف نعملها. هو الكلب فين يا انس؟ كلب في عند واحد معرفه. اشمعنى يعني؟ بس يا انس اذبح اذبح الكلب؟ اذبح. مالك في حاجه ولا ايه؟ انا كويسه. بقول لك اذبح الكلب عشان عايزين نخلص الموضوع ده. انت مالك؟ انت كنت بتقولي ما تذبحش الكلب. مش كنت بتقول لنا ما تذبحوش الكلب؟ دي جايه بقى دلوقتي تقول لي اذبح الكلب. طب انا لو ذبحت الكلب تقول لي يعني هو كويسين؟ كلنا من كويس. لو ما ذبحتش الكلب ايه اللي هيحصل؟ لا هات الكلب واذبحه. ما انا مش عايز. عايزين نخلص من الموضوع، هات الكلب واذبحه. في حاجة عندك جوه ولا ايه؟ انا سامع صوت بس. هو لو محمد ما شفتهمش من اخر مره؟ بنتي كويسه؟ مخليني احس ان انت في حاجه صغيره معروف يعني ان انت تقولي لي اذبح الكلب. مين اللي معاك؟ محدش معاك. انا جايه دلوقتي بقول لك انا كنت جنبك فجيت بقول لك هات الكلب واذبحه. ايه اللي انا كنت فيه؟ ما هو انا لو ذبحت الكلب هم هيأذوني. لا هنبقى كويسين كل. لا لا هم مش عارفين دلوقتي. انا بقول لك هنبقى كويسين. طب انت متعصبه ليه؟ انا مش متعصبه. امال ايه؟ انت بتضحك ليه اصلا؟ بضحك عشان انت طب بطل تريقه. انا ما بتريقش. لا انت بتتريق عشان
عشان برضه المره اللي فاتت قعدت تتريق، انا بقول لك ما تتريقش. انت مفقوسه اصلا. ما في ايه؟ مفقوسه. انت مفقوسه قوي والله. مفقوسه وباينه يعني قوي، هم قالوا لي كده عشان ولادك يعني. لو هددوك بيهم قولي لنا عادي يعني. احنا كده كده فاهمين. لا. بس انا اجيب حاجه منهم. ايه يا انس؟ ايه؟ انت جايه في حاجه ولا ايه؟ انت في حاجه؟ مفيش لا. انت كويس؟ طب انت ماشي ليه في المكان عادي روح. ماشي. انت مش اجيب محتاج حاجه اعمل حاجه ما بين تعمل وبين. ايه؟ اعمل حاجه. اوكي. طب بعد اذنك؟ ايه؟ بعد اذنك. ايه طيب؟ انت في ايه؟ انت كويسه؟ كويس. طب مش خلص تعالى نفهم. بعدين انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز ايه؟ تعمل ما ايه؟ تقعدي. خلاص انا مش هعمل حاجه، انا هشرب ميه ساقعه. شوية؟ هشرب ميه. اتفضل. حد واقف ورا الباب. ممكن تقعدي؟ هو انت كنت عايز ايه؟ انا فاهم خلاص، انا فهمت انت فيكي ايه يعني. هقعد. انا هذبحك الكلب. يلا. تضحك علينا ولا ايه؟ لا هضحك عليكوا، بس بقى عرفت بقى ان انت فيكي حاجه. لا انا تمام. طب اقعدي. طب لا. اقعدي اقعدي، تعالي اقعدي. في ملح عندنا صح؟ اه بسرعة بسرعة. خلاص يا انس خلاص. هو انت بتعمل ايه؟ ما عملتش حاجه انا عادي. هو ايه اللي انت قلته؟ تعالى يا نادي تعالى. خلاص انا مش هدخل. انت اللي انت عملته ده عارف ان انت كده صح؟ انا ما عملتش حاجه. انت زعلانه؟ متضايقه من حاجه؟ انت نفسية يعني. طب روح استنيني بره. مش طبعا. تعالى تعالى. كده كده. تعالى تطلع مني. هو كان في حد جوه؟ اه. يا راجل. شو ده؟ طب افتح الباب افتح. يا اماني. تعالي يا اماني. مش انت ما فيكيش حاجه؟ اه. طب ما تعدي تعالي. تعالي. انا اسمع يعني تعالى انا اسمع.
ماشي، هي محدش عارف يخرج من هنا خلاص. مفيش حاجه جوه. شو قلت لك؟ ايه اوعى. تعالى 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 مش تعالى هتعرف تخرج. بس تعالى خلاص بقى. مش هتعرف تخرج. ده اخر. انت مش جيتي قلت لي انا عايزه احل موضوع اخواتي؟ انا عايزه تذبح الكلب حاضر ده. هذبحك. تعالى يا نادر. تعالى يا نادر. تعالى يا نادر. بسم الله. هو انت اللي بتعمله ده؟ حاضر. بعد اذنك يعني مش هعمل لو شربت المية دي كده أنا قرأت القرآن هنا، لو هي فيها حاجة هتروح ولا مفيش. عايزين بس إيه، عايزين قماشة ولا حاجة عشان ما تجليش. أنا قرأت أهو. تبعدي ليه؟ هو انا مش من شويه. هو ايه اللي عندي اصلا؟ دي ميه. ايه مهم؟ ما بتشربيش ميه؟ لا مش طيب خدي اشربي الميه. لا مش عايز. ليه مش عايزه تشربي ليه؟ عايزه اشرب. دي ميه عاديه. يا ولا مش عارفه تخرجي؟ ما عندكش الصحي. لا انا بقول لك خدي شويه ميه عادي وتسيبي فريش. خدي شويه ميه. لا مش عايز. امسكي. مش عايز اشرب ميه. مش انت عايزه تتكلم في الاوضه جوه على فكره. لا الكلب مش هنا اصلا. بس اتكلم في الاوضه جوه وسليم. لا الكلب مش هنا. اتكلم في الاوضه جوه. لا انا دخلت الأوضة ما لقيتش حاجة. ما بصيتش كويس. لا بس. اهو تعالي اوريك. سيبها تمشي ازاي بعد ما سبتوها؟ انت اللي عملت كده. ما دفعتش ليه الكلب؟ سيبها تمشي حاضر. ما تعرفيش تأذيني، لو تقدري تأذيني كنت أذيتيني من بدري، والله ما تقدري تأذيني خالص. يا انا سيد. ولا انتي ولا يا انا سيد. أي حاجة تقدر تأذيني. تعالى والله ما تقدري. تعالى طيب تعالى. لا والله مش هتقدري والله. امسك كده، مش هتقدري والله، لو تقدري كنت تعدي من الباب. عدي من الباب. مش انت تقدري؟ انت عايز تأذيها؟ مش عايزه اذيها، هما كده اذينك انت، بس انت اللي انت عايزه تشوف الكلب، انا هوريك الكلب. سيبها تمشي. وبعدين دي ميه عاديه والله، هي بس ميه عاديه. سيبها تمشي يا انس. انا همشي. شيل اللي انت عامله ده يا انس. دي ميه عاديه، انا اشربي عشان انا مشيت. لا انا مش كنت بس اشربي وانا مشيت والله يا بس ميه، والله ميه عاديه. همشي. أحلى ناس وعزوة في الدنيا وأبطال وجمهور
متشكر جدا لدعمكم، متشكر جدا للكلام الجميل اللي بيوصل لي في رسائل على الانستجرام وفي الكومنتات هنا. محتاجين يا ابطال نوصل الفيديو ده 10,000 لايك او اكتر، عشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المسابقة بتاعتنا مستمرة لاخر يوم في الشهر ده. يعني ان شاء الله قدامنا 15 يوم او 12 يوم او 13 يوم تقريبا بميعاد تنزيل الفيديو ده. انا بعمل الفيديو ده عشان اقول لكم ان انا عملت نصيبة من غير ما احس. انا حرقت اللي كان موجود على اماني، وده هيربى عداوة ما بيني وما بينهم اكتر. فطبعا بتحصن بمصحفي بقى والقرآن، وبحاول على قد ما اقدر ما اخشش الاوضة اللي جوه دي، وارش ملح في المكان. هو لحد الان ده كلام الشيخ اللي انا بتواصل معاه، وهو هيكون موجود معانا من الفيديو الجاي. بس انا اول يوم عملت فيه الحكايه دي انا ما قدرتش انزل الفيديو، وبقالي كام يوم كان عندي خمول فظيع وكنت بحس بصداع جامد. فاما الشيخ تابع معايا قال لي انت كده عملت كارثه وربيت عداوه ما بينك وما بينهم اكتر، وممكن تقفل المكان ده بسبب اللي انت عملته ده. فادعوا لي ربنا يسترها. التكميلات كلها بتنزل على قناتنا التانية يوميات مغامر. خش واشترك فيها، خلاص بقت 10,000 اخ واخت. عايزينها توصل ان شاء الله 150 الف كده في اقرب وقت ان شاء الله. ادعمونا. معلش انا بتكلم وانا تعبان، بس حقوا عليا ان انا اتاخرت في الفيديو، بس كان لازم اخد وقتي عشان اروق. دعواتكم، اللي يعرف حل او يعرف شيخ كويس يكتب لنا في الكومنتات. ما تنسوش اللايك، عايزين نوصل الفيديو ده 10,000 لايك. خش على انستجرام وتابع عشان تسمع اسماء الثلاثة الفايزين معانا. ان شاء الله يكون معانا كل شهر مسابقة 3 ايفون 7، ممكن يكون نصيبك او نصيبك معانا. فياريت تتابع الفيديوهات اول باول عشان ما يفوتكش حاجة وتكون من الكسبانين ان شاء الله. ما تنساش اللايك مش بفلوس. اعمل لايك عشان تكون معانا ان شاء الله، لايك وكومنت عشان تكون معانا في المسابقة. ولازم تشترك في قناتنا عشان واحنا بتستلم الجايزة اول حاجة هنشوف انت مشترك في القناة بتعمل كومنتات ولا لا. ده غير ان احنا بنبقى شوفنا من عندنا كمان. فاريت ما تنسوش، ومعلش ان انا اتأخرت عليكم. مع السلامة.